قلبك واقف، مش بيخبط بسرعة، مش بيخبط ببطء، واقف وانت واقع على الأرض مش قادر تتنفس، وعينيك بتبص لك السقف وهو عم بيبعد شوية شوية. وآخر حاجة في دماغك مش خوف، آخر حاجة في دماغك هي أنا هموت دلوقتي. قبل ما أوريك إزاي وصلنا للحظة دي بالظبط، ما تفوتش الفيديو، لأن اللي جاي بعد شوية هيغير نظرتك لأي وجعة صدر هتحس بيها تاني في حياتك. وما تنساش لايك، شير واشتراك، عشان الحكاية دي ممكن يوم تنقذ حياة حد انت بتحبه. نرجع بالزمن لورا شوية. يوم عادي زي أي يوم، صحيت الصبح، شربت قهوتك، مشيت شغلك، ضحكت مع الناس، اتكلمت في التليفون. مفيش حاجة غريبة، جسمك زي ما هو، أو كده انت فاكر. بس من كام يوم كنت حاسس بتعب بسيط، تعب من النوع اللي بتتجاهله. نفسك بيتقطع وانت طالع درجين بس، حاسس بضغط خفيف في نص الصدر بعد الأكل، رقبتك بتوجعك من غير سبب واضح، وانت بتقول لنفسك أكيد إجهاد، أكيد قلة نوم، أكيد التوتر. بس بعدين اليوم بالذات وانت قاعد على مكتبك أو واقف في المطبخ أو ماشي في الشارع، بيبدأ الإحساس يرجع، بس المرة دي مختلف، مش زي قبل كده. بيبدأ بضغط في نص الصدر، مش وجع حاد، لأ، ضغط زي حد حاطط إيده على صدرك وعم يزود الضغط ببطء، وانت بتاخد نفس عميق على أمل إنه يعدي زي كل مرة، بس المرة دي مش بيعدي. بعدين الضغط بيبدأ يتحول لحرقان، حرقان بيمتد من نص الصدر لكتفك الشمال، وبعد ثواني لدراعك. إحساس تنميل غريب، زي ما دراعك بينام، بس المرة دي مش نايمة، هي بتصرخ لك من جوه إن في حاجة غلط. وفجأة عرقك البارد بيبدأ ينزل، مش عرق شغل ولا حر، عرق بارد بيطلع من ظهرك ومن جبينك في ثانية واحدة، وجسمك كله بيبدأ يرعش من غير ما تقدر تتحكم فيه. بتحاول تفكر بعقلانية، بتقول لنفسك دي مجرد غازات، دي مجرد توتر، هعدي شوية وهتبقى كويس. بس جسمك بيكذب كل الأفكار دي، لأن جسمك عارف حاجة انت لسه رافض تصدقها. بعد لحظات النفس بيبدأ يضيق، مش زي حد واقف على صدرك، لأ، أصعب من كده، زي إن الهوا نفسه بقى تقيل، وكل نفس بتاخده بيكلفك مجهود مضاعف. وهنا بيبدأ الصوت حواليك يتغير. الناس اللي جنبك لو موجودين صوتهم بيبقى بعيد، زي إنك بتسمعهم من تحت مية. الضوء حواليك بيبدأ يضيق، زي إن حد بيقفل الكاميرا ببطء من الجنبين. إنك تقيل وصوتك ضعيف، وانت حاسس إن جسمك بقى تقيل جدا، تقيل بشكل مش طبيعي. وبعدين رجليك بتفقد ثباتها، مش بتقدر تقف، جسمك بيميل وانت بتحاول تمسك أي حاجة قدامك، بس إيدك مش بتستجيب زي ما انت عايز، وانت بتقع. وهنا بترجع للحظة اللي بدأنا بيها الفيديو. انت على الأرض، قلبك مش بيخبط بالإيقاع الطبيعي بتاعه، هو إما بيخبط بسرعة جنونية أو بيهدى فجأة بشكل مخيف، وعينيك بتبصلك السقف وهو بيبعد شوية شوية. بهالثانية بالذات في دماغك بيحصل حاجة غريبة، مش فيلم حياتك بيعدي قدامك زي ما بيقولوا، لأ، اللي بيحصل هو إن كل حاجة بتبقى بطيئة جدا،
صوت نبضة قلبك اللي بقت متقطعة، بتسمعها في ودانك زي طبلة بعيدة، وكل فكرة في دماغك بتاخد وقت أطول عشان توصل. وفي اللحظة دي بيبقى في احتمالين ومفيش احتمال تالت، يا إما حد حواليك يلاحظ، يتصرف بسرعة، يتصل بالإسعاف، يبدأ إنعاش لو محتاج، يا إما أنت لوحدك. والوقت اللي بيعدي دلوقتي هو الفرق بين إنك ترجع تعيش أو إنك ما تكملش الفيديو ده أبداً. لو كنت محظوظ وحد حواليك يتصرف بسرعة، هتحس بحاجة غريبة، هتحس بإيدين غريبة بتضغط على صدرك بقوة، بإيقاع سريع. مش هتقدر تحس بالوجع بنفس الوضوح، لأن جسمك بقى بعيد عن الإحساس الطبيعي. صوت السيرين هيوصلك بعيد ومشوش، وآخر حاجة هتفتكرها قبل ما تفقد وعيك تماماً هي إحساس البرودة اللي بيلمس جسمك وإنت بتترفع على المحرارة. بعدين الظلام، مفيش وقت، مفيش إحساس، مفيش حاجة، بس فراغ. وبعد ساعات أو بعد أيام بتصحى. أول حاجة هتحسها مش الوجع، أول حاجة هتحسها هي التقل. جسمك تقيل، إيدك فيها إبرة، وفي صوت جهاز بيصفر بإيقاع ثابت جنبك. ده صوت قلبك، بس دلوقتي بيخبط بإيقاع منتظم تاني. وهتفتح عينيك وهتلاقي وشوش الناس اللي بتحبهم حواليك، بعضهم باكي، بعضهم مبتسم بارتياح، وكلهم بيبصولك زي ما لو إنك اتولدت من جديد. وهنا وإنت مستلقي على السرير ده هتبدأ تفكر بطريقة مختلفة تماماً. كل نفس كنت بتاخده من غير ما تحس بيه، كل خطوة كنت بتمشيها من غير مجهود، كل يوم عادي كنت بتشتكي منه لأنه ممل أو تعبان، كل ده كان هدية انت ما كنتش واخد بالك منها، لحد ما كانت على وشك إنها تتاخد منك للأبد. مش لازم تحس بالإحساس ده عشان تقدر جسمك، مش لازم تكون على السرير ده عشان تعرف إن كل ثانية انت عايشها دلوقتي وانت قاعد بتتفرج على الفيديو ده هي ثانية كان ممكن ملايين الناس يحلموا بيها وما قدروش يعيشوها. لو الفيديو ده هزك، ولو حسيت إن قلبك خبط أسرع شوية وانت بتتخيل نفسك مكان الشخص ده، ما تبخلش بلايك وشير للحكاية دي، عشان ممكن توصل لحد محتاجها فعلا، حد لسه واخد صحته كأنها حق مضمون. وقبل ما نخلص، سؤال بسيط بس تقيل. لو انت كنت مكان الشخص ده من ثواني بس، وانت واقع على الأرض وقلبك واقف وحواليك ناس، تفتكر هيلاحظوا بسرعة كفاية؟ وتفتكر هم فاهمين أصلاً علامات اللحظة دي؟ ولا هيكونوا زيك بالظبط، واقفين مش عارفين اللي بيحصل قدامهم؟ Tossing in a tangle of your memory, your name still lingers quietly in me. You were never mine, but you felt that near.